السلام عليكم، عاملين ايه واخبار يومكم؟ يا رب يومكم يكون بخير علينا وعليكم جميعا يا رب. هكلمكم النهارده عن زرعه مختلفه. هي ما كانتش في الخيال خالص اني صالحه لحاجه تانية، ولقيتها قدام مني حبيت ان انا اصورها لكم. ده لب، اللي هو لب الجارع، لب الابيض، لب العباد، اللي هو لب العباد. اهو بيبقى عباره، اهو النباتة بتاعته بتدنها تطول كده لما يبقى طولها مترين، وتطلع بقى نباتة في قلبها كده، بتطلع قرص زي قرص الايه، زي صينية الشاي كده. ده الرزق بتاعها. وبيفضل بقى لعند ما ينشف ونخلعه ونفرطه ويروح بقى المجلى. دي محصول الارض دي، اللي هو اللب الابيض، لب العباد، اسمه لب العباد. طبعا مختلف عن اللب اللي هو لب البطيخ. لب البطيخ دي اللي هو لب الابيض الجارع. وطبعا اللب التاني اللي هو، اللهم صل على النبي، مش فاكره اسمه، اللي حباته صغيره دي، اللي هو السمن دي. ما هو لب الجرع ولب العباد، وفي نوع تاني الصوبر. دي مش عارفه، مش عارفه نباته صراحه يعني، عشان ما اتكلمش على الحاجه انا مش عارفاها. اللي انا اعرفه لب البطيخ، لب العباد، هو ده اللي انا عارفاه. الارض دي كانت مزروعه قبل كده بتاع بسل، وكنت جاي اصور لكم عندها، وجيت سرحت يومها لقيت الارض اتخلعت واتزرع مكانها لب العباد دي. الكلام ده من يعني من اخر رمضان كده، وما حصلش نصيب اللي انا اصور لكم عليها. بس جيت هنا كنت صورت لكم مره على على تجاوي البصل، اللي هو البصل التجاوي اللي هو بتتعمل من سنه لسنه، مش البصل اللي هو بتاع الاكل، بصل التجاوي اللي كان له فراشه وكانت لسه قافله وما فتحتش. بس الحمد لله يعني كنت جاي اصور عليها، بس لقيتها ايه، قلت اما اصور لكم يبقى فيديو واحد مع الاتنين يعني. ادي اهو البصل، ادي تجاوي البصل اللي هي بتفضل من سنه لسنه. هي الارض على بعضها تلات فدادين، واحد زارعها على بعضها تجاوي، هيعينها من سنه لسنه، بتتعان بقى، بتبدا احلى فلوس دي. ربنا يكرمه ويكرمنا يا رب جميعا، ويكرمنا الكل مع بعض يا رب، ويوسع رزق البشر كلها يا رب، يوسع رزقنا ورزقكم ورزق مجتمع مصر بحاله. اهو شفت ادي النبات اهي. طبعا كنا وريناها لكم قبل كده وكانت قافله اهي، كانت مقفوله. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. اهو وادي اللي بتاعها هي اللي كنت صورتها لكم، قلت لكم ده البصله الواحده بتجيب 5 بصلات و4 بصلات. يعني البذره دي لوحدها جايبه ده، اللهم صل على النبي، 6 بصلات، يعني 6 نورات. اهو 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 البصله الواحده دي بصله واحده جايبه 6 نورات. واللهم صل على النبي. وادي منظر الارض اهي. التجاوي دي بتفضل طبعا من سنه لسنه، يعني هي تجاوي هو قدامها زي بتاع، تقدروا تقولوا هي بتتحصل اخر المحصول خالص. احنا عدنا في ربع المحصول دلوقتي، الغله اتضمت والايراد ماشي نصه. بس الحمد لله ربنا ما عناش ان احنا نطلع نشتغل السنه دي، بس الحمد لله. والتجاوز البصل دي قدامها زي ايه، تقدروا تقولوا زي شهر ونص عما يقدر ان هو يعمل. بس الارض مرويه، مش عارفه ادلالكم في قلب الارض. الارض مرويه هنا، هوريكم منظر الجنايه وهي فيها طين اهي، بس مش عارفه انزل لكم في قلب الجنايه يعني اهي. ادي منظر الجنايه اهي، ودي منظر الارض، والارضين في ريح بعض، الارضين في ريح بعض. يعني الارض البصل في ريح ارض الايه، اللي هي اللي عباد الشام. ويعني ما تنسوناش كده باللايكات والاشتراكات عشان القناه تكبر يا رب، يجعل القناه تكبر كده على حسكم وعلى حسنا يا رب، عشان ننزل لكم كل جديد. اهو اليوم اللي فيه جديد في الغيط بننزله، اليوم اللي ما فيش حاجه من فيه بننزل لكم ايه، اكله حلوه ومميزه كده من اكلنا. وادي العباده اهو، اهو بتبقى عباره يعني عن ايه، بتبقى تدنها تعلى كده لعند، بتبقى طولها مترين، وتطلع بقى النباتة بتاعتها. على فكره هي اللي بتاع دي مش بيغيب في الارض، يعني مش بيقعد مسافه طويله، بيقعد بتاع 3 شهور ونص كده.
مش هيبقى 3 شهور ونص بتجمعيه. مش بيقعد يعني 6 شهور، الغلط بيقعد 6 شهور، واللهم صل على النبي، والرز بيقعد 6 شهور، البصل بيقعد 5. مش كل المحاصيل زي بعضها، دي بيقعد 3 شهور. وان شاء الله ان كان لنا نصيب لما يكبر ويطلع نورته هوريهولكوا برضو، هاجي واوريهولكوا. وادي منظر البصل اهو تاني، هوريهولكوا اهو. وهو ادي منظر الارض، منظرها اهو. هوريكم الايه من قريب اهو. ادي البصل اهو، دي مخلفه كام واحده؟ 1 2 3 4 5 6 6، واحده 5 واحده 3، دي 3 اهي. ادي منظر اهو. ما تنسوناش كده باللايكات والاشتراكات عشان القناه تكبر. يا رب القناه تكبر على حسكم وعلى حسنا يا رب جميعا. وما تنسوناش يعني، خليكم فاكرين كومنتات حلوه، ويا ريت تنزيلاتنا تكون عاجباكم، والقناه بتاعتنا تكبر على حسكم. وان شاء الله هننزل لكم كل جديد يا رب، ننزل لكم كل جديد. وادي الارضين في ريح بعض، هوريكم المنظر الارضين في ريح بعض تاني اهو، حتى بينهم وبين بعض ايه مصر بسيط خالص اهو. وادي الارض اهي، الارض اهي العباد. وادي الارض البصل. صراحه منظر البصل شكله حلو، هو شكله عجيب. منظرها كده لما بتبص قطعه الارض على بعضها، المنظر يعني تحس ان هي شكلها حلو وشكلها جميل. ما تنسوناش كده اللايكات والاشتراكات علشان يا رب القناه تكبر. عندي امل، الامل طالما موجود هيبقى في امل ان شاء الله. ما تنسوناش باللايكات والاشتراكات، والسلام عليكم.